محمد علاء، هو انت فينك في الكادر؟ انا جاي عليك دلوقتي عزيزي المتابع عشان بس اعرفك ان انا بوحشك اكيد. معلش بس يا رجاله، كنت بعمل قهوه لان الفيديو ده فعلا عايز كوبايه قهوه نظيفه قوي وعايزك تركز معايا قوي. في منكم في اخر 3 حلقات في القناه سالني السؤال ده: هو انت ازاي يا محمد علاء بقيت بتشيل نفسك من الخلفيه باحترافيه كده؟ انا كان عادتي في القناه ان انا مش بشيل نفسي من الخلفيه، ولكن اضطريت ان اشيل نفسي من الخلفيه عشان اقدر اشتغل، لان حاليا انا بوظف في الشقه. ف إن أظهر الشقة نفسها، الحوار ده هيبقى مُتعب ورخم أوي. كل اللي أنا عملته بعد فضل الله إني اشتريت الستارة اللي قدّامك دي، ودي اسمها كرومة خضرا. بُص يا غالي، اللي قدّام حضرتك دي زي ما أنت ما شايف كده من بعيد ستارة، الستارة الخضرا دي بنسميها كرومة. زي ما أنت ما شايف بنعملها بمسامير زي ما واضح قدّام حضرتك أهو كده أهو في الفيديو. الستارة الخضرا دي حضرتك أنا باقعد هنا أهو على الكرسي ده، فبالتالي لمّا باقعد هنا أهو الستارة الخضرا دي بتكون ورايا. والستارة دي زي ما أنت ما شايف كده أهو، أقدر إن أنا أعزل نفسي بيها عن طريق برامج الmontage. فالستارة دي الحلقة اللي ظهرت قدّام حضرتك دي، علّمتك فيها إزاي تشتري الستارة دي بالتحديد، وإزاي ما يضحكش عليك وأنت بتشتريها، لإن أنا غلطت أخطاء كتيرة جدًا وأنا باخدها. فالستارة الخضرا دي بعد فضل الله أنا استخدمتها في أكتر من حاجة، استخدمتها كديكور، استخدمتها كتغيير مكان، واستخدمتها في إزالة الخلفية من ورايا بكل بساطة. حوار الستارة ده هيفيدك جدًا، 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 ومبدئيًا على فكرة أنا اشتريتها ب300 جنيه بس، تمام؟ فهتفيدك أوي. يبقى دلوقتي عرفنا إن إحنا لازم عشان نشيل نفسنا من الخلفية لازم ببساطة شديدة يكون معانا ستارة خضرا، أو الكرومة الخضرا اللي ورايا دي. طيب هتسألني سؤال وأنا عارف إن أنت هتقوله لي، هتقول لي: يا محمد علاء، طب ما في برامج بتعزلك من الخلفية من غير ما اشتري ستارة ولا أي حاجة. البرامج دي يا حبيب قلبي أولًا أغلبها دلوقتي بقى مدفوعة، ما بقتش مجانية زي الأول. تاني حاجة، لو أنت هتشيل من الخلفية مثلًا عن طريق برنامج After Effects هتحتاج إمكانيات جهاز جبارة حرفيًا، عشان يقدر يعمل tracking لجسمك طول الفيديو. فالستارة الخضرا دي أنا شايف إن هي هتوفّر عليك كتير أوي. ومعلش أنا آسف، 200 أو 300 جنيه مش حاجة النهارده، يعني أنت بتتكلم في تمن وجبة في مطاعم كبيرة بدون ذكر أسامي يعني. طيب دلوقتي حضرتك أنت صوّرت الفيديو بتاعك خلاص، وأنت صوّرت الفيديو بتاعك على الستارة الخضرا وعايز تبتدي تشيل نفسك من الكرومة دي، هتعمل إيه؟ تعالَ معايا على الكمبيوتر. وللعلم طريقة إن أنت تشيل نفسك من الستارة الخضرا دي تنفع عن طريق التليفون وعن طريق الكمبيوتر. عن طريق التليفون هتخش على اليوتيوب وتكتب شرح للتليفون، وأنا بالنسبة لي هاشرح دلوقتي للكمبيوتر، تمام؟ تمام. عشان بس ما تفتكرش إن اللي بيجيب الستارة لازم يشيلها عن طريق الكمبيوتر، هو الكمبيوتر أسهل، لكن التليفون يقدر يشيلها لك والكمبيوتر يقدر يشيلها لك. بس خلّينا متفقين القهوة دي طعمها جامد. معلش أبو عوف بيعمل عظمة بصراحةً يعني، ما أعرفش أنا ماشي، يالّا نخش على الفيديو يالّا. طب يا رجالة، إحنا اللي إحنا هنشرح عليه دلوقتي برنامج Adobe Premiere، تمام؟ كل اللي عليك دلوقتي إن أنت هتروح تجيب الفيديو بتاعك اللي أنت صوّرته عن طريق الكروما. أنا عن نفسي شايل الفيديوهات صراحةً هنا أهو في المكان ده، وده فيديو من الفيديوهات، وهاجيب اللي هو الكمبيوتر نفسه اللي أنا باصوّره، أنا حاطّه هنا أهو، تمام؟ وأدي أهو الفيديو ده، تمام. هاجيب الفيديو أول حاجة أفرشه على الtimeline عن طريق إني أشدّه من هنا أهو. أنا بس مش هاشرح technical البرنامج، يعني أنا باقول إن أنت بنسبة 90% عارف Adobe Premiere، لكن أنت مش عارف تشيل نفسك من الخلفية. وبعد كده هاقوم جايب الface cam بتاعي اللي هو أنا، تمام. وهاجي كده أهو أمشّي نفسي كده أهو بالشكل ده لحد ما أوصل لأغمق نقطة في الفيديو نفسه. أنا شايف إن النقطة دي غامقة جدًا، فهاجي من effects كده أهو واكتب Ultra K. هاكتب Ultra K أهو، ثواني يا شباب، Ultra K أهو. هاخد دي كده أهو أشدها وأرميها في الفيديو بتاعي. بعد كده حضرتك ببساطة شديدة باقوم داخل في effect control، ولو أنت مش ظاهر عندك الeffect أو الeffect control تقدر تخش من Windows وتظهره أهو. لو عندك مش معمول عليها علامة صح هتعمل عليها علامة صح، وكذلك الأمر في الeffect control، تمام. بعد كده حضرتك ببساطة شديدة كل اللي عليّا هاختار القطارة دي بعد ما ضِفت اللي هو الUltra K، وهاعلّم على أغمق نقطة في الفيديو، وهي في الحالة دي النقطة دي. تمام. بعد كده أهو زي ما أنت ما شايف هو شالني بطريقة سيئة جدًا، بس مش مشكلة، أنا هاعرّفك دلوقتي إزاي هنعالج الموضوع ده. أهم حاجة وأنت بتيجي تحدد الكرومة بتاعتك ببساطة شديدة تحدد أغمق نقطة، لإن هو في البريمير أو في أي برنامج لمّا بيشيل في الكرومة بيشيل من الأغمق للأفتح، مش العكس. يعني أنت لو حددت أفتح نقطة مش هنعرف نشيل الغامقة. طيب بعد كده ببساطة شديدة هتيجي من هنا أهو من عند output وتختارها alpha channel. زي ما أنت ما شايف هيجيب لك الصورة تقريبًا أبيض وأسود. طيب هتيجي هنا من mid generation تقوم دايس عليها كده أهو، وببساطة شديدة تخلّي دي custom عشان نقدر نعدّل عليها راحتنا. بعد كده ببساطة شديدة شايف دي، أنا عايزك تحرّك من الكيبورد مش من الماوس عشان نحرّك بدقة أكبر.
لاحظ كده إن أنا لمّا باجي أعمل هنا أهو، باخلّي اللون هنا أبيض نوعًا ما، وده المفروض، لازم أنت تكون أبيض على قد ما تقدر، والخلفية اللي وراك سودا عشان نقدر نعمل عزل محترم. بعد كده هاجي من هنا أهو، هاشوف بُص، 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 الخلفية ابتدت تسوَد، كده أنا ابتديت أتفصل على الخلفية، ما فيش مشكلة. نيجي هنا من الshadow لحد ما نفصل الخلفية عننا تمامًا. لاحظ كده لمّا باجي أزوّد إيه اللي بيحصل؟ تمام، هي الshadows تقريبًا بتشيل يعني حاجات بسيطة خالص، بس مش مشكلة، المهم إن إحنا نضبّطها صح. بعد كده هنا أهو، دي برضه زي ما أنت ما شايف بتغمّق لي الخلفية نوعًا ما، فبرضه هاشوف كده أهو، كمان، 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 تمام، لأ فتّحتها لي أكتر، فهنغمّقها كده أهو لحد ما الخلفية تكون سودا تمامًا. وبعد كده أهو من كلمة postal دي، تمام، تشوفها كده أهو زي ما أنت ما شايف غمّقت لك الصورة بالكامل، وبقيت أنت الأبيض اللي هو أنت، والخلفية بقت سودا نوعًا ما. طب محمد يا علاء بعد كده ببساطة شديدة حضرتك الmid clean up دي بقى، دي بتعتمد بقى الأطراف بتاعتك، يعني بُص كده طبعًا زي ما أنت ما شايف أي حاجة سودا هتظهر فيك معناها كده إنها قصِّت جزء منك، فلأ. الsoften اللي هي النعومة لأ، برضه أنا عندي عشان بس الإضاءة بتاعة الكروما ضعيفة، ودي كانت مشكلة كبيرة يعني. تمام، أهو هات لي مثلًا دي وهات الmid point دي نشوفها، أهو زي ما أنتم ما شايفين شِلنا نوعًا ما كويس جدًا. طيب بعد كده هاجي من هنا أهو أقول له خلّيها لي composite زي ما هي. زي ما أنت ما شايف أهو شِلت نفسي نوعًا ما كويس جدًا، أهو وآجي من هنا أهو من scale وأحط نفسي كده أهو في أي زاوية في الفيديو بالشكل ده، بُص كده. هافتح على صفحة جانبية، يعني هاسيب خلاص بقى. طبعًا بقى بالإضافة إن بس أنت لازم تلوِّن نفسك، يعني أنت مثلًا لازم تزوّد كده مثلًا الcontrast شوية، الexposure يتقلل شوية، الshadows باحب أعلّيها كده أهو في دي، بُصّوا. هنجيب الصفحة الجانبية دي بس يا شباب، فهو الموضوع سهل جدًا، الموضوع سهل جدًا في بريمير. وبعد طبعًا ما بتخلّص خالص تقوم داخل في قائمة export من هنا أهو، وتعمل export للفيديو بتاعك عادي جدًا، جدًا، جدًا. أنا باتكلّم بحُكم إن أنا فاهم إن أنت فاهم البرنامج، كل اللي عليك تدوس export وخلاص شكرًا على كده. فحتّة إن أنت تشيل نَفْسك من الخلفية خلاص ما بقتش عائق، الموضوع سهل جدًا، بس أهم حاجة تجيب كرومة نضيفة عشان تعرف تعزلك من الخلفية صح، وتنوّرها صح. شكرًا كتير ليكم، كان معاكم محمد علاء، المرجع الأول لمنشئ المحتوى. السلام عليكم.